صاحب الهدف الثالث البديل الناجح على التنفيذ لهذه الركنية. تنفذ من أحمد صبري والكرة بالراس. الرابع ماذا هناك؟ حكم المباراة ماذا يشاء الله؟ أشار لها الحكم المباراة حامد علي. نعم، ووليد كريم الذي أعلن عن رابع أهداف المباراة. بالوليد كريم يسجل رابع أهداف المباراة. هذا هو وليد. هنا الركنية تنفذ من أحمد صبري ووليد كريم بالراس هنا في العارضة ومن ثم في المرمى لتعلن عن رابع أهداف المباراة بهدف رابع بالوقت القاتل. وليد كريم من القائد كأنه يتحدى بهذه الظروف القاسية. نادي كربلاء لا يتهاون ويسجل هدف رابع في المباراة لتصبح ب4 أهداف بريمونتادا قاتلة. 4-2 نتيجة المباراة. النفط نعم يقسون على دفاعات وشباك نادي كربلاء برباعية. 4 أهداف مقابل هدفين.